السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم حبايب قلبي؟ اليوم حابين نستفاد من الحمص المجروش. هنا راح نسوي من عنده فلافل. منقعين الحمص ومخلينه أقل شي 5 ساعات. وهذا الثوم وياه همينة. مثل ما تعرفون انه بالحصة هواية طونة حمص مجروش، حبينا نستفاد من عنده نسوي بيه فلافل كلش طيبة، طبعا تطلع منفوشة. هاي هنا جبنا محضرة الطعام وخلينا الحمص وكم فص ثوم وراح نضربهم بالخلاط. طبعا جربوا هاي الطريقة وجربوا هاي البهارات اللي راح نخليها كلش طيب. هنا ضربنا الوجبة الأولى. اللي يسألون بيها محضرة طعام، هاي المحضرة كل زينة وحلوة. طبعا مثل ما تشوفون شلون حضرنا. هنا البهارات عندنا كمون وكركم وملح وكزبرة وسودة فقط لا غيرها. هنا خلطنا راح نبدي نشكلها نقليها. أتمنى من عندكم الاشتراك والدعم، يعني كل ما تشتركون كل ما تكبر قناتي أكبر وأكبر بلمتكم، وإن شاء الله تكونوا عائلتي الثانية أنتو. هنا خلطناها. لازم تخلون زيت هواية ويكون حامي، يلا تقلوها. طبعا هاي الوصفة نهائيا ما تفتح ولا تتفلش وما تسحب دهن. هنا ضفنا الزيت، راح اقليها هنا وحدة وحدة، راح اقليها وبس انتبهولي عليها. شوفوا شلون ولا وحدة تنفتح نهائي، تطلع تخبل ومقرمشة ومستوية. اقترحوا علي اكلات وصفات اسوي لكم اياها، شو تحبون اشارككم. هنا طلعنا الفلافل، من طلعتها تخبل طبعا. الوجبة الثانية بديت اقلي بيها. شوفوا الزيت نهائيا ما شربته، يعني لما قليتها اني كلتها 3 وجبات نهائي ما شربته. وهم نستفاد من الحمص المجروش اللي عندنا بكوام. طلعتهن هنايا. اخر وحدة. شوفوا شلون راح افتح لكم وحدة وتخبل. طبعا ما ننسى ما دام احنا عراقيين اكيد العنبة والصاص والشطة والزلاطة وياها. هيك يلا تكمل الفلافل العراقية. هسه راح اشوفكم بطن الفلافل شلونها. باعوا لي بطنها شلون مستوية ومنفوشة ولا غلطة. سهمكم العافية يا ربي. لا تنسوا تشتركون.